النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد الدايب بتاع المحلات بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطعمه والله العظيم يا جماعة خطير جدا، واللي هيجربه بنفس الطريقة دي مش هيندم. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو انت اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. اول حاجة كده انا جبت دقيق متخصص للكعك والبسكوت. لو انت عايزة تعملي بدقيق عادي تاني تمام، بس اهم حاجة يكون الدقيق بس جودته نظيفة وكويسة، عشان برضو ايه يطلع معاكي الكعك بتاعك مظبوط. اهم حاجه في وصفه الكعك دي ان يكون الدقيق كويس، والسمنه اللي هتستخدميها تكون كويسه. دي هتديكي نتيجه هايله، وهتخلي لك الطعم تحفه واحسن من المحلات. وفي نفس الوقت يا جماعه، الكيلو طبعا مش هيديك الكيلو اللي انت بتشتريه من بره، هيبقى كيلو اكتر بكتير. تمام، بيديك الضعف او اكتر كمان. دلوقتي انا حطيت كيلو دقيق ونخلته زي ما انتم شايفين. جبت بقى هنا كده كان حوالي ربع كوبايه من الميه وازيد شويه بسيطه. نزلت عليها بمعلقتين من السكر. الميه دي دافيه يا جماعه، مش سخنه ومش بارده. تمام كده اهو. هضيف عليهم كيس من الخميره، هقلبها وهركنها على جنب لحد ما ما اكمل بقيه المكونات، عشان احنا هنحتاج الخميره دي دلوقتي. وفي نفس الوقت عملنا لها تيست عشان نبقى متاكدين ان الخميره متفاعله. واساسي في الوصفه لازم ان احنا نعملها كده، غطيناها وركناها على جنب. جبنا بقى الدقيق، هضيف عليه كيس من الفانيليا. تمام، ودي برضو حريه شخصيه، بس انا بصراحه بحب اضيف الفانيليا، تديله طعم وريحه جميله جدا. وهنضيف حوالي نص معلقه من البيكنج باودر، 3 معالق من اللبن البودره. البيكنج باودر اساسي برضو في الوصفه، اللبن اختياري بس هو بيضيف جدا في الطعم. وحطينا حوالي 3 معالق كبار من السمسم، وممكن اكتر بس دول اللي كانوا متوفرين حاليا فحطيتهم. وحطيت عليهم نص معلقه من ريحه الكحك، وحطيت ذره كده اهو من الملح. وبعد كده هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر. تمام، ممكن انت تضيفي 4 أو 5، بس انا ضفت 3 بس، ممكن تضيفي 4 أو 5 هيكونوا كويسين. هنقلب بقى المواد الجافه دي كلها كده اهو مع بعض زي ما انتوا شايفين، وبرده هكتبها لكم تحت الفيديو عشان يعني تعرفوا المقادير بتاعته كلها قد ايه، وايه الوصفه، يعني ايه الحاجات اللي بتحط فيها. هنا عندنا نص كيلو من السمنه البلدي. تمام، السمنه انا خدت نصها سيحته على النار، خليته قدح، ونص على البارد. هحط بس النص اللي هو بدرجة حرارة المطبخ ده في مكان اللي كانت سخنة زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا مش هضيف النص كله مرة واحدة، لحد ما اقلب واشوف دي يعني هيحتاج قد ايه. تمام، انا فضيت السايحة كده اهو زي ما انتوا شايفين، بس هي كانت سخنة جدا، فابتديت ان انا اقلب بالمعلقة بالشكل ده. وبعد كده هقلب عادي بايدي، بس عشان ما يبقاش سخن جدا ويلسعك ويحرقك وكده في ايدك، فناخد بالنا من الحاجات دي. هناخد بقى نص كمية السمنة اللي هي بدرجة الغرفة دي، ونحطها على الدقيق. تمام كده، وهنبتدي ان احنا نبس الدقيق بالسمنة. اهم حاجة يا جماعة بقى عشان الكعك بتاعك يطلع فعلا مظبوط معاكي ويطلع ممتاز ويطلع حلو جدا، البس بتاع الكحك لازم نبسه كويس جدا جدا، مش اقل من 10 دقايق ربع ساعة. لو انت عندك عجان تمام برضو مش اقل من 10 دقايق هتفضلي تبسي في الكحك كده اهو بالسمنة مع الدقيق. تمام كده اهو، عشان هي دي النتيجة يعني دي يعني الحته اللي احنا نعملها فيه دي بتاعت البست، عمليه البست دي اللي هتدينا النتيجه الحلوه جدا للكعك بتاعنا. اوكي، هنبتدي ان انا نمسه كده اهو زي ما انتم شايفين. انا بنزل السمنه حبه بحبه لحد بس ما اشوف الدقيق هيشرب قد ايه. تمام، وانا لسه هضيف لها بقيه النص كيلو على فكره، بس انا حبيت ان انا الم الدقيق كله زي ما انتم شايفين كده اهو. وابتدي ان انا بقى بايدي افضل الم لحد ما اخلي كل الدقيق متغرق كده بالسمنه، ما يكونش في اي دقيق نقطه كده من الدقيق من الابيض ده باينه من السمنه. ودي مش مبالغه في السمنه ولا حاجه، هي معروفه الكيلو بيكون عليه نص، وفي دقيق كمان بياخد اكتر من النص، يعني ممكن تضيفي على النص حوالي 100 جرام كده يعني. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا انا ببس ازاي بالطريقه دي، تحطي الحبه كده على ايدك وتبسي بايدك لحد بصي ما تخلي العجينه بتاعتك كده هو دايبه خالص في ايدك من كتر ما انتي بسيتي فيها. بصوا هنا كده اهو بقى كانت خلاص انا بسيت فيها لما
تعبت جدا. وهنا الخميره كانت اترفعت ازاي واتخمرت معايا بالشكل ده. هروح منزلها كده على الكعك بتاعي، وهبتدي ان انا الم فيها بالراحه، مش هنعجن، احنا هنلم بس العجينه بالخميره كده اهو على بعضها. انت هتحسي ان هي نشفت سنه منك، بس ايه ما تقلقيش خالص. وبعدين انت هتعملي اختبار للعجينه بتاعتك، هتعمليها كوره وهتعمليها بصباعك، لو شققت منك هتعرفي ان هي كده محتاجه سمنه كمان، ما شققتش يبقى كده خلاص ايه الموضوع تمام. اوكي، بصوا بقى انا جهزت الصاج اللي هشتغل فيه ومشغله الفرن زي ما انتوا الفرن يعني قبلها كده ب5 دقايق عشان يبقى سخن. بصوا انا عملت قدامكم التيست بتاع العجينه وطلعت تمام. لازم العجينه تكون دايبه كده في ايدك يا جماعه. بصوا هتبقى تحفه والله العظيم، ما تقلقوش خالص، ومش هيطلع سايح ولا اي حاجه خالص من اللي انا بقول لكم عليه. بس انتوا حطوا المقادير والحاجات اللي انا قلتها. تمام، هنبتدي ان احنا نعمله كور كده اهو صغنونه، عشان انا بصراحه بحب حجم الكعك بتاعي يكون صغنن. لو ان انتوا حابين ان هو يكون كبير تمام. وبرده انا عاملاه كله ساده، مش هعمل فيه اي حشوات، لان انا مش بحب اللي فيه حشوات نهائي، بحبه ايه يكون كده يعني. اللي فيه حشوات ده بسيط قوي على لما اكله يعني. هنا خلاص كده رصيته كله بقى زي ما انتوا شايفين، وما لقيتش البسطامه وقعدت انقش بالمنقاش لما تعبت، كنت لوحدي اصلا فالموضوع كان صعب. بس هي ليها فرحة طبعا بالمنقاش، بس بصراحة البصامة اسهل بكتير. اوكي، فكده خلاص. بصوا لما دخلته الفرن وخرج قعد حوالي 30 دقيقة وممكن اقل كمان. بصوا دايب وشكله يفتح النفس وطعمه مش قادره اقول لكم كان خطير. لما دقته بعد الفطار انا كنت في وقتها صايمه معرفتش ادوقه، بس كانت ريحته قلبه المكان، وكانت بصراحه يعني شكله فظيع كده ودايب، تحب ان انت تاكليه. انا والله يا جماعه من ساعه ما عملته وراحه جايه عليه كل شويه اكل منه، يعني على ما العيد يجي هيكون خلص. ومع العلم والله انا اشتريت اصلا جاهز برضو، بس انا حبيت ان انا اعمله وباكل من ده ومش باكل من الجاهز، لان بصراحه طعمه خطير جدا جدا. وبصوا الكيلو عمل لي كميه كبيره جدا، يعني اصلا غير الطبق اللي انتوا شايفينه دوت في صاج كمان كان في الفرن ساعتها. بس اهو بصوا كان خرج اهوت، يعني عمل لي كميه حلوه جدا جدا الكيلو. بصوا السوا بتاعه مظبوط، احمر من تحت، هو الكعك بيكون كده. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.